قضينا خروجة العيد ببلاش وانا بحب ببلاش. تعالوا هقول لكم ازاي اتفسحت انا وابني في مدينه ملاهي كبيره قوي في المانيا بدون ما ادفع ولا يورو يا جماعه. اول حاجه نبدا نتكلم عن المدينه. مدينه كارلس هي من اقدم واكبر مدن الملاهي اللي هنا في المانيا، وحلوه قوي. ستايلها مصمم على شكل الفراوله، وكل حاجه ممكن تتخيلوها عن الفراوله موجوده عندهم. يعني اول ما بتدخلوا كده بتلاقوا الستور الكبير ده كله بيبيع منتجات الفراوله، غير الديكور زي ما انتم شايفين. بصوا مثلا السقف عاملينه ازاي، خطير. بصوا التفاصيل يا جماعه، ايه ده، عجبني جدا جدا جدا. المكان حلو قوي يفتح النفس. وانتوا داخلين في القاعه الداخليه دي بتلاقوا العاب بسيطه زي دي، وبتلاقوا كمان مربات وعصاير وكل منتجات المربى اللي ممكن تتخيلوها، واسعارها مش عاليه. يعني برطمان المربى حوالي 300 جرام، انا جبته ب3.5 يورو، مش غالي خالص. وكمان مش بس كده، حتى العيش وحتى اي حاجه بتتباع هناك بتلاقوها على شكل كيوت. يعني المكان راعي للكياتة. لو بتحبوا الصور زيي هتتبسطوا قوي هناك، وهتصوروا حاجات كتير جدا لان كل حاجه حرفيا كيوت. حتى بصوا زي ما انتم شايفين عاملين على شكل الفراوله ملابس وكتب وكراسات وكشاكيل واقلام ومجات وكل، بصوا مصباح علاء الدين بتاع الفراوله. يعني كل حاجه ممكن تتخيلوها عن الفراوله هتلاقوها عندهم. المهم سيبنا من ده كله، نطلع على الجزء الخارجي. هتلاقوه عامل ازاي بقى. بصوا الجمدان كله، يعني اللي فاتح حماده واللي جاي حماده تاني خالص. في كل حته كده هتلاقوا شمسيات زي دي، مش بس الاريا دي. وفي كل شويه كده تمشي شويه هتلاقوا مثلا كافيهات، هتلاقوا مطاعم، هتلاقوا العاب. يعني المكان كبير جدا، تقدروا تقضوا فيه يوم كامل من غير ما تزهقوا خالص. وهنا كان في الحصان الزغنطوطه دي، وابني كان اول مره يمسك حصان بجد، اول مره يشوف حصان على الطبيعه، وعمال يقول لي ايه ده ماما ايه ده. احساس حلو. انا بحب قوي اي حاجه ابني يشوفها اول مره، بحب قوي انا اكون معاه واشوف رياكشنه ان هو بيشوف اول مره، وبصوره دايما رياكشنه لكل مره بيلمس فيها حاجه جديده. المهم تعالوا هقول لكم اسعار التذاكر للمكان، وازاي انا وابني قضينا يوم كامل ببلاش هناك. اولا هو المكان تذاكر بتاعته حوالي 20 يورو لو تيكت يوميه. لو هتحجزوا تيكت سنويه هتحجزوه 45 يورو. لو هتحجزوا من على الابليكيشن بتاعهم هتحجزوها ب39 يورو. وانا انصح بالابليكيشن طبعا، وانصح قوي بالتيكت السنويه للي عندهم اطفال فوق ال4 سنين، لان اغلب الالعاب هناك بلس 4 سنين و5 سنين. فبالتالي بما ان ابني عنده سنتين، رحت احجز التيكت. الموظف كان قمه الامانه، قال لي ليه تحجزي تيكت سنويه، انت ابنك عنده سنتين، حتى بعد سنه مش هيستفيد بمعظم الالعاب دي. فبالتالي ادخلي واستمتعي بيومك من غير ما تحجزي تيكت سنويه ولا يوميه، لان كل الالعاب الغير كهربائيه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، الميه والالعاب دي كلها دي مجانا لكل الاعمار عادي من غير اي حاجه، لان هو الدخول للمكان نفسه مجانا مش بفلوس. لكن الالعاب الكهربائيه هي اللي هتحتاجوا تدفعوا لها. فبالتالي انصحكم ان انتوا تعملوا التيكت السنوي لو اولادكم كبار شويه. لكن لو اولادكم في عمر ابني، يروحوا واستمتعوا بيومكم في المناظر الطبيعيه دي، والاولاد هيتبسطوا قوي لان في كذا لعبه تناسب اعمارهم بدون ما تدفعوا لها حاجه. فبجد هيتبسطوا جدا ويقضوا يوم لطيف، وانتوا كمان هتستمتعوا بالاجواء قوي. ودي اكتر حاجه حبها ابني، فكره الميه، لان ابني بيحب الميه قوي. دي اكتر لعبه ابني حبها. وكان في العاب كتير تانية طبعا انا صورتها، بس ما حبيتش اطول الفيديو اكتر من كده شويه. بس انا كل اللي اقدر اقوله لكم ان انتوا لو رحتوا هناك المكان هتحبوه قوي وهيعجبكم جدا. ده وعد مني ليكم ان انتوا مش هتملوا خالص، لان بجد انا اتبسطت قوي. وبس والله لو وصلتوا لحد هنا شكرا ليكم، وما تنسوش شير لايك كومنت، خليكم كتاكيت كده وحلوين. يلا اشوفكم الفيديو اللي جاي، وباي باي يا كتاكيت قلبي.